مع الصباح غير ما دخلت الورشة تخميس الخشنة شفت في الباركينج لقيت باللي سكودا فابيا 2024. هذا وين جات؟ قلت سيارة في عامها باينة باللي جاي على فيدونج والله اونتريتيا خفيف. غير ما تلاقيت مولاه ورحبت به وحكى لي اغرب سبب ممكن انكم تسمعوه. قال لي السياره هذه صح 2024 وماشيه تقريبا 2000 كيلو برك. قال لي بالصح الحمد لله الحال بدا يبرد. قلت له علاه يعني وش دخل السياره جديده في الحال بدا يبرد؟ قال لي كي كان الحال سخون كل ما نجي نفتح لاكليم يطفى الموتور. قلت له وش راهو صاير؟ وقال لي الطلعه نضرب لها ألف حساب. وش راهو صاير مرة أخرى؟ قال لي بدلت الروني فلير مرتين وقعد عندي نفس المشكل، يفتح البوشون تاع الزيت يرقد الموتور ثاني. قلت له بسم الله خلينا نبداو نديرو الدياغنوستيك تاعنا ونشوف المشكل اللي كاين في السياره. اول حاجه نوضت السياره ومازالها برا وسمعت صوت الموتور من برا يبان عادي. بعدها طلعت الكاب ورحت ديريكت فتحت البوشون تاع الزيت. صح الموتور يتبدل الصوت تاعه ويرقد. وليكم المشكل وين؟ معليش طلعت ديريكت لاجوج وفيريفيت الزيت يبان عادي جدا يعني عيانيا برك، والنيفو تاعو ماهوش اللي يقدر يدير مشكل كيما هذا. زدت فيريفيت البياسه اللي بدلوها صح بدلوها وفي الدروجين بعد يتسمى حتى هي ما تقدرش تدير مشكل كيما هكا. هيا دخلت السياره للورشه وبسم الله ننتقلوا في خطوه اخرى للدياغنوستيك. حطيناها على البون اليفاتور وطلعت الكاب ورحت ديريكت فتحت الفلترار يبان سليم وعادي جدا. بعدها ديريكت نحيت لادوريت اللي جايه من التيربو وفيريفيتها تبان عاديه جدا. نروحوا للخطوه الاخرى نجيبوا التست دي كومبريسيون. اول شمبره الشبيبه لقيتها تطلع 8 بار، الشمبره اللي بعدها طلعت تقريبا 11 بار، وزدت فيريفيت الشمبره التروازيام طلعت تقريبا 15 بار، زدت فيريفيت الكاتريام طلعت حوالي 12 امبار. يتسمى راهو عندنا مشكل في الشمبره الاولى. من هنا الشبيبه تقدر تقولوا اننا عرفنا المشكل ابري. زدنا تاكدنا بعد ما فيريفينا لي بوجي لقينا عليهم الزيت، وكي هبطنا ثاني كيف المسمار تاع التست دي كومبريسيون لقينا فيه الزيت. يتسمى لا شومبر بعد او فيها الزيت الداخل. طلعنا السياره على البون اليفاتور ونحينا الكاش موتور. بعدها نحينا الفلتر الويل وفيريفينا الزيت اللي راهي في الموتور ما يبانش عليها المشكل الكبير، بالصح فيها ريحه الايسونس يتسمى راهو كاين مشكل في الاحتراق. هنا بعدها الشبيبه باش نتاكدوا 100% بانه كاين مشكل في الموتور الداخل جبنا التست سموكينج، طلقنا الدخان في لاشومبر وزدنا عليه شويه بريسيون تاع هواء، هبط الدخان هذا كيما الكارتير وطلع من الكاش كالبيتار الفوق. هنا التست سموكينج الشبيبه اعطانا 100% انه كاين مشكل في الموتور. بعثنا صاحب السياره وش كاين في المحرك، والمحرك لازم يهبط الارض ويتفتح. بعد ما عطانا صاحب السياره الاوكي الشبيبه فرغنا الزيت مازال المحرك راكب وبعدها طلقنا الموتور على الارض. بعد ما طلقنا الموتور على الارض نحوا لابواط ونسيباريوها على جنب ما فيها حتى مشكل، ونبداو الليبريو الاكسسوار اللي كاين على الموتور تاعنا حتى لحقنا للكيلاس. بسم الله نطلعوا الكيلاس تاعنا وليكم الكارثه الكبرى اللي كاينه في الموتور. شميزات في ربعه محفورين، وإلا شفيتوا الشمبره الاولى لقيناها تطلع 8 بار برك، هاوليكم عليها تطلع 8 بار لانها اكثر شمبره مكسوره من الداخل. بعدها وش درنا الشبيبه؟ خرجنا لي بيستون وروح تشوفوا الكارثه الاخرى اللي صار يا وين. هاوليكم لي سيغمون مكسرين. يتسمى هنا واش صرا؟ هبط لك راس اللاشيميز وبلوكاو لي سيغمون وبعدها تكسروا. الفريق تاعنا اكيد لازم يستكشف وعلاش يصراو مشاكل كيما هكا في سياره ماشيه 2000 كيلو. يتسمى هنا عرفنا المشكل وين. بصح استناو، هاي ليكم فولkswagen تيروك هذه ماشيه تقريبا 60,000 وفيها نفس المشكل، تفتح البوشون تاع الزيت ترقد السياره. ومادام المشكل هذا جاء مره واثنين وثلاثه وربعه، الفريق تاعنا بدا يدير الريشيرش ونشوفوا وش هي الاحتمالات اللي كاينه. ومن بين الاحتمالات اللي لقيناهم ان المحركات هذو جدد اللي فايتين على الداون سايزنج، محرك صغير وفيه قوه كبيره مخدومين على ايسونس عالي الاوكتان. واحتمال اخر وضعيف انه لاشيميز تكون ضعيفه حتى هي. ومن بين الاحتمالات ثاني انه نوعيه الزيت الواحد ما لازمش يستهزي فيها والله يطول بها. والناس اللي عندهم خبرة في المجال ما ينساوش ينورونا بالاحتمالات اللي ممكن أننا ما قلناهمش. وبعد ما جبنا لابياس وريفيزينا الموتور الشبيبة درنا عملية الأسومبلاج كاملة للمحرك وبسم الله ليكم السيارة راهي واجدة.